سنة تقريبا قررت ان اعزل نفسي عن كل حاجة. في السنة دي اتعلمت حاجات كتير قوي. في حاجات كتير كنت مؤمن بيها اكتشفت انها غلط. ففي الفيديو ده هشارك معاك الحاجات اللي اتعلمتها والدروس اللي اثرت بجد في تفكيري. طب ليه اصلا عزلت نفسي؟ انا كنت في بيئة بجد يعني كل حاجة بتشدك لتحت. كنت اي حد، كل الناس اللي حواليا مشتتة، ملهاش هدف، فاهم؟ بتبقى مركزة في حاجات مش تافهة جدا، يعني مش مثلا اخش اقعد معاهم بلاقي تضييع وقت، فاهم؟ فقررت ساعتها بقى ان انا لازم اعزل نفسي عن البيئة دي لحد ما اخلص السنة دي. آه، وانا اللي مقرر ده 100%، يعني كان عشان اقلل الخسائر، فاهم؟ بمعنى اصح، اول حاجة اتعلمتها بقى ان هو آه، ما ينفعش تسمع او تاخد رأي حد في الحاجة اللي انت هتعيشها، فاهم؟ يعني لو انت مثلا داخل على خطوة مهمة قوي في حياتك، ما ينفعش يبقى مبني على آراء ناس تانية انت خدت آرائهم. انت عادي ممكن عادي تسألهم طبعا كل حاجة، بس تعمل انت بقى البحث بتاعك، تعمل السيرش بتاعك، في الاخر القرار يبقى 100% بيك من غير ما تتأثر بأي حد، عشان انت كده كده في الاخر انت اللي انت اللي بتشيل النتيجة بتاعت القرار، فاهم؟ فلما يبقى القرار مش انت اللي واخده 100% او مش مقتنع فيه بيه 100%، في خلال بقى النتيجة بتاعته بتبقى متضايق، وخلال البروسيس بتاعت القرار اصلا بتبقى انت كده كده متضايق، فاهم؟ فبجد لازم القرار يبقى نابع 100% من دماغك من غير تأثير، يعني فاهم قصدي؟ يعني انت ممكن تبقى خدت كل الآراء عادي وكل حاجة تمام، بس انت في الآخر انت صاحب القرار. تاني حاجة اتعلمتها برضو ان البيئة مؤثرة بطريقة مش منطقية، مش متوقعة، فاهم؟ بتأثر عليك بقى فكريا، نفسيا، فاهم؟ بتأثر عليك طبعا وانت بتشتغل، بتأثر عليك في كل حاجة. ان انت بجد تختار المكان الصح. عشان انا مثلا لما كنت في المكان، يعني كنت في بيئة غلط جدا، فاهم؟ كنت متضايق، ما حاسس ان انا متغير، فاهم؟ مش عارف اعمل اللي انا كنت بعمله عادي. انا لو مثلا كنت بقرا عادي، فاهم؟ كده كده كنت مكمل عادي اقرا، بس قصدي بتبقى انت ايه، بتحس بحاجة غريبة كده، فاهم؟ مش عارف اوصلها، فاهم؟ يعني بتحس ان هو في حاجة بتسحبك لتحت كده، فاهم؟ بجد بقى، يعني انا بجد لما طلعت بقى من البيئة دي بعد ما مشيت، يعني انا اكتشفت 100% انها بتسحبني لتحت، كانت بتسحبني لتحت بطريقة غريبة. انا كنت بقاوم كل حاجة، بس برضو لو من غير المقاومة دي انت كنت ممكن تحط الطاقة بتاعت المقاومة دي في ان انت تحسن الحاجة دي. كده لازم بجد الواحد يختار البيئة بجد الصح اللي هو المفروض يقعد فيها، اللي هو المفروض يكون فيها، اللي هي بتطوره وكل مدى بتشده لفوق اكتر، مش بتسحبه لتحت. تالت بقى حاجة اتعلمتها، يعني الانضباط هو اهم بكتير قوي من ان انت تبقى متحمس للحاجة او ليك دافع ليه، فاهم؟ انا كنت في بيئة زي ما قلت كده كانت بتشدني جدا لتحت، بس عشان انا كنت منضبط وملتزم بالحاجة اللي انا كنت اعملها، كنت كل يوم تقريبا، او يعني كل يوم تقريبا مستمر على الحاجة مثلا اللي كنت بعملها، بقرأ او بذاكر او بتمرن او او بشتغل، فاهم؟ الانضباط بجد من اهم الحاجات، يعني هو ده اللي بينقذك في اي موقف انت فيه، حلو او وحش. عشان حتى لو انت ناجح، فالانضباط هو اللي يخليك تكمل النجاح، فاهم؟ ولو برضو الدنيا معاك معصلجة او وحشة، الانضباط هو اللي هيخليك تطلع من الحالة دي وتروح لحالة احسن. رابع حاجة اتعلمتها بقى ان انا ما استعجلش اي نتيجة، بطلت استعجل. انا كنت قبل كده كنت بستعجل اوي البروسيس وبستعجل اوي النتائج، وعايز اشوف نتائج سريعة على طول للحاجة اللي انا بعملها. اتعلمت ان انا خلاص اهدى شوية كده، فاهم؟ واركز على الحاجة اللي انا بعملها، يعني بركز على البروسيس اللي بعملها، مش الهدف اللي بوصل له، فاهم قصدي؟ بتركز ان انت تحسنها، تحسن انت مثلا انت هتصور فيديو تحسنه بطريقة احسن، فاهم؟ هتكلم عميل تحاول تكلمه بطريقة احسن كذا، مش ان انت بقى يعني مش بتركز على على النتيجة بتاعت الحاجة، فاهم قصدي؟ بتفرق جدا بقى الاستعجال ده كان بيخلي اصلا ان انت ما بتظبطش البروسيس اللي انت المفروض تعملها، فالنتيجة اللي بتيجي ما بتبقاش احسن حاجة خالص. خامس حاجة اتعلمتها ان انت ما تخافش من النتائج، فاهم؟ ايا يكن ايه النتيجة، يعني انت مثلا حصل معايا في كذا حاجة كده، فاهم؟ خفت من نتيجة معينة، هي دي اللي حصلت. كل حاجة ما حصلتش هي دي اللي حصلت، فاهم؟ انا كانت، فاهم؟ فاتعلمت بجد ان انت
ما تخافش من اي نتيجه، عشان كده كده حتى لو حصلت الدنيا هتكمل عادي، فاهم؟ فما تخافش منها عشان ما تجيش، عشان انت لما بتخاف منها بتأكت كأنها حصلت، فاهم؟ فبتعمل كأنها حصلت، ف... فالنتيجة اللي بتطلع إنها تحصل بجد. فاعمل اللي عليك وسيبها على الله، وكده كده لو عملت اللي عليك خلاص. سادس حاجة اتعلمتها كانت ايه؟ اه، إن مفيش أحلى من إن أنت بجد تركز على نفسك وتطورها، وتسيبك خالص بقى من الناس أيا يكن بقى، يعني ولا تفكر في رأيهم ولا تفكر فيهم ولا تاخد بالك هما بيعملوا ايه ولا الكلام ده، فاهم؟ انت ركز مع نفسك وركز انت بتعمل ايه وازاي تطوره، بجد مفيش احسن من كده، فاهم؟ ما تقارنش نفسك بحد، فاهم؟ والطاقة بقى اللي هتبقى بان انت كنت بتهدرها في التفكير في الناس او التفكير في رأيهم او الكلام ده، بتحطه بقى في حياتك فبيجي عليه عائد جامد قوي ويستحق اي حاجة، فاهم؟ لازم تركز ان انت تطور نفسك بس. سابع حاجة بقى اتعلمتها ان المكان الغلط هيخليك تشك في نفسك، فاهم؟ او المكان الغلط لازم تطلع منه بأي طريقة. لما في مكان مثلا كنت فيه كان بيقيموا الناس بمعيار معين، فاهم؟ فكنت بحس ان انا عادي، فاهم؟ مش متقدر. بس لما طلعت بره ناس كتير بتشكر، فاهم؟ بتقدر شغلي. فانت المفروض بقى بجد تدور على المكان اللي هيقدر اللي انت بتعمله ويشوف اللي انت بتعمله، فاهم؟ ويشوف شغلك. وهل العزلة دي بقى انصح بيها حد بجد يعملها؟ اه، بس مش بنفس الطريقة، فاهم؟ مش لازم تحط نفسك في البيئة الغلط، انت ممكن تعزل نفسك او تحط نفسك في بيئة صح بتعليك، فاهم؟ وانت برضو قاطع المشتتات بقى، الحاجات اللي بتشتتك، قاطع السهر، قاطع الكلام ده، فاهم؟ ومركز على اهدافك وحاطط نفسك في بيئة كويسة بتخليك تعلى كل يوم بدل ما بتسحبك لتحت. لو في حاجة كلمة كده او جملة بت... اللي انا اتعلمته بالسنة كلها هو بجد ان انت تختار البيئة الصح، وما تركزش على رأي الناس وتركز على نفسك وازاي تطورها. وان انت ما تختارش او ما تقررش قرار غير بناء على رأيك انت، فاهم؟ عشان انت بجد انت الوحيد اللي هتعيش النتيجة بتاعت القرار ده، فاهم؟ فبس كده، ده كده حبيت اشارك معاكم شوية الحاجات اللي اتعلمتها. لو في اي حاجة عايزنا نتكلم لو في اي حاجة عايزنا نتكلم عنها او حاجة، اكتبها لي في الكومنت وقول لي لو في حاجة اطورها او حاجة احسنها. بس كده، سلام.